يعني ممكن تقول ان الاهلي مثلا في اخر 5-6 ماتشات هيدخل يدرمغ الزمالك، نيجي نلاقي الاهلي ما بيعرفش يلعب، مش عارف يمسك كوره. بتشجع مين محلي؟ النادي الاهلي طبعا. مين الافضل بالنسبه لك من تشكيله الاهلي والزمالك؟ محمد الشناوي ولا محمد عواد؟ الشناوي اكيد، حارس مرمى افريقيا الاول. عمر جابر ولا اكرم توفيق؟ عمر جابر. المسلوسي ولا رامي ربيعه؟ رامي ربيعه. رامي ربيعه انا بحبه في الملعب، يعني هو الواد رجوله في الملعب. حسام عبد المجيد ولا ياسر ابراهيم؟ ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم. يحيى عطية الله ولا بنتايج؟ لا، يحيى عطية الله. دونجا ولا مروان عطيه؟ مروان عطيه. امام عاشور ولا ناصر ماهر؟ ناصر. عبد الله السعيد ولا محمد مجدي قفشه؟ القاضيه ممكن. مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه. حسين الشحات ولا مصطفى شلبي؟ الشحات رجوله في الملعب ومحترم اصلا، يعني حتى هو اخلاقه مع اللعيبه لا غبار عليها. ايوه، بس انت مش شايف ان الفتره دي الشحات برضو مش احسن حاجه؟ هو حتى لو كان مش احسن حاجه، فاللعيبه دي لما بتيجي في الماتشات الكبيره بيأدوا اللي عليهم بصراحه. يعني هم ممكن في الحاجات المحليه ما بيكونوش قد كده في الاداء، بس في البطولات الدوليه بصراحه ربنا انت بتشوف لعيبه الاهلي كلها مستقتله على الكوره. فانا مش هقيمهم في المحلي قد ما هقيم مستواهم في الدولي. بيرسي تاو ولا زيزو؟ بيرسي تاو. وسام ابو علي ولا ناصر منسي؟ وسام ابو علي ولا ناصر منسي؟ لا، وسام. طب لو الاهلي والزمالك هيلعبوا بكره مين يكسب؟ لو الاهلي والزمالك هيلعبوا بكره مين يكسب؟ بص هقول لك على حاجه، دايما في ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى حاجه غير المتوقع، تمام؟ يعني ممكن تقول ان الاهلي مثلا في اخر 5-6 ماتشات هيدخل يدرمغ الزمالك، نيجي نلاقي الاهلي ما بيعرفش يلعب، مش عارف يمسك كوره. على عكس مثلا ان هو ممكن يبقى مأذي 3-4 ماتشات ورا بعض وبيتعادل مثلا او بيخسر، ويجي قدام الزمالك هوب المارد الاحمر حضر، خلصت على كده. فمطوشه الاهلي والزمالك دايما بتبقى خارج متوقع، بس انا شخصيا الاهلي يكسب. كام؟ الاهلي يكسب. كام؟ يا ريت نعيد امجاد 6-1، يعني بيبو بشير، بيبو الجون، يا ريت والله.